يلا ندوق. الناس كلها بتحب الشوكولاته اللي بالبندق، يلا ندوق اللي بطعم الكوفي. شوكولاته دسمه واهرامات، يثبت لنا ان هي شوكولاته مصريه 100%. هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. النهارده تجربه منتجات مصريه جديده، جرب شوكولاتات مصريه جديده بالنسبه لي جديده، اول مره اشوفها. لو انتوا شفتوها قبل كده وجربتوها اكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا شفتوها وجربتوها، لكن انا بالنسبه لي فعلا اول مره هجربها دلوقتي معاكم. يلا هنبتدي باول شوكولاته اسمها مينا مور. بصوا شكل الشوكولاته والباكج بصراحه تحفه، يعني شوكولاته كده انيقه وكمان رفيعه وخفيفه. يلا نشوف طعمها ايه. شوكليت بالكراميل، بطعم الكراميل. يلا نفتحها ونشوفها من جوه. كده دي سايحه شويه بس مش مشكله. تعالوا بقى نشوف شكلها من جوه. متحمسه لها جدا يا جماعه، جدا جدا. اوه ماي جاد، الكراميل طالع بره شويه. مش مشكله. واو، هي اكيد لو مش سايحه اكيد هيبقى شكلها حلو. واو بصوا شكلها حلو قوي، شكلها كيوت. لا عجباني شكلها. فيلا ندوق. اوبا. يلا ندوق شوكولاته بالكراميل. انا خدت حته من غير كراميل، لا انا عايزه ادوق اللي هي فيها كراميل على طول. هما حاطين الكراميل فين بالظبط يا جماعه؟ مش عارفه. طعمها حلو بصراحه، طعمها حلو قوي، عجبني طعم الكراميل باين فيه جدا. بس طعم الشوكولاته ليه يعني طعم الكراميل مغطي على طعم الشوكولاته، فانا هدوق الشوكولاته كده لوحدها عشان اقيم جوده الشوكولاته نفسها. لا حلوه الشوكولاته، حلوه جدا جدا جدا. طبعا مع الكراميل مسكره زياده، بس لما دقت الشوكولاته لوحدها لا، جوده الشوكليت بصراحه جميله جميله جميله. هدي اللي بالكراميل دي هديها 9 من 10. تعالوا ندوق الطعم التاني من شوكولاته مينا مور. يلا ندوق الطعم التاني وهو شوكولاته مينا مور بطعم الفراوله، ستروبري فليفر، برضو منتج مصري. هم حاطين هنا علم مصر وانجلترا، مش عارفه ليه بصراحه. يعني اللي عارف اي حاجه عن الشوكولاته دي يا جماعه يبقى يقول لي في التعليقات. عشان انا فعلا اول مره اشوفها واول مره اجربها. يلا ندوق مينا مور بطعم الفراوله. بصراحه انا عاجبني جدا جدا شكلها، يعني شكلها بجد كيوت. وهنا الحمد لله طلعت مش سايحه، شكله مظبوط. فيلا ندوق شوكولاته بطعم الفراوله. متهيألي الحتت البيضه دي او البينك دي هي اللي فيها فراوله. واو بصوا. يلا ندوق بقى كيوب كده في طعم الفراوله. حلوه قوي، عجبتني جدا جدا. ايه ده، الشوكولاته دي كلها تعجبني ولا ايه؟ طعمها حلو قوي، طعم الفراوله مع الشوكولاته. هو اصلا الفراوله بتليق قوي فعلا مع الشوكولاته. لا عجبتني جدا جدا. دي هديها 9.5 من 10. حلوه قوي. تعالوا ندخل في الطعم اللي بعده. ندوق الطعم اللي بعده مينا مور بطعم البندق. يلا نفتحها ونشوف شوكولاته بالبندق. طبعا الشوكولاته اللي بالبندق دي حبيبه الملايين، الناس كلها بتحب الشوكولاته اللي بالبندق. اظن كده البندق باين جدا، يعني بيعرفنا ان دي بندق. اوكي يلا تعالوا نشوفها بقى من جوه. ايه ده، البندق بيقع. ما علينا. يلا ندوق. هما ليه مش مدوبين البندق؟ ليه طعم الشوكولاته حلو بس البندق قليل، وكمان حاطينه في مكان واحد، مش حاطينه في كل الشوكولاته، لا حاطينه في النص كده في مكان واحد. يا جماعه احنا اتضحك علينا، ده مش حاساه بندق خالص، حاساه في طعمه كده، حاساه ان هو زي الفول السوداني. فمش عارفه يعني بيضحكوا علينا ولا ايه. طعم الشوكولاته زي ما قلت لكم حلو بس كميه قليله قوي. البندق يعني لو هو بندق هو كميه قليله قوي اللي ورا. الشوكولاته اللي بالبندق هديها 7 من 10. ندوق رابع طعم معانا من شوكولاته مينا مور. شوكولاته مينا مور هنا بطعم الكوفي. يا سلام، من المفضلات طبعا ليا ان انا اكل شوكولاته بطعم الكوفي. بصراحه وانا بشتريها كنت فاكراها دارك، اول ما شفتها غامقه قلت ايه بقى ده دارك بقى وهتبقى طعمها مر. فالمهم بص لقيت مكتوب عليها كوفي، فقلت يلا مش بطال. فيلا ندوق اللي بطعم الكوفي. هل هيبقى فيها طعم الكوفي ولا هيضحكوا علينا؟ هنشوف. الشكل هو كلهم شكل بعض، والشكل طبعا ياخد 10 من 10. الشكل ده عجبني قوي. فتعالوا نفتحها كده. طبعا عادي شوكولاته جوه، يعني شكلها من جوه شوكولاته عادي. اللي هيكرر يعني اللي هيقيم ايه الطعم. يلا ندوق الطعم، وخدت حته كبيره اهو. هدوق الشوكولاته اللي بالقهوه. انها الحقيقه ان هي بالقهوه فعلا. الحمد لله ما طلعوش بيضحكوا علينا، دي فعلا طعمها قهوه جدا.
دي اللي هتفوز معانا في الحلقه هتاخد 10 من 10. يعني كده مينا مور ما ضحكوش علينا الحمد لله، وعملوا شوكولاته بطعم القهوه الحقيقيه. طعمها حلو، طعم القهوه جدا جدا فيها يعني، فدي حلوه قوي تاخد 10 من 10. اللي عجبتني اللي بعدها، تاني واحده عجبتني اللي هي بالفراوله، وتالت واحده اللي هي بالكراميل، اخر واحده اللي بالبندق عشان ما اقتنعتش ان هو بندق. لسه استنوا مخلصناش، فاضل اخر شوكولاته معانا. عايزه اقول لكم انا بعمل ايه بكل الشوكولاتات دي. طبعا مش باكل كل الشوكولاتات دي مره واحده، اكيد لا. انا بقطعها كده كيوبس واحطها في علبه، وكل يوم لو نفسي في واحده كده او اي حد في البيت نفسه في قطعه او كده بياخد منها. لكن طبعا محدش بياكل كميه كبيره من الشوكولاته عشان طبعا مش صحي وغلط. فتعالوا ندوق بقى ايه، تعالوا بقى ندوق اخر شوكولاته معانا، اسمها بيتي شوكولاته بالسوداني والكراميل. ودي شوكولاته بصراحه عملاقه ميد ان ايجيبت. يلا ندوق شوكولاته بيتي بالسوداني والكراميل الاتنين مع بعض، يعني كتير قوي هتبقى شوكولاته دسمه يعني. يلا نشوف شكلها. واو، اهرامات، ده يثبت لنا ان هي شوكولاته مصريه 100%. اهرامات اهو يا جماعه، راسمين كام هرم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهرامات. فشكلها مش بطال، شكلها حلو قوي. يلا ندوق اول هرم. اوبا، لا ما اتكسرش ولا ايه؟ يلا واحده بقى كده، ايوه تمام. يلا ندوق شوكولاته اسمها ايه، بيتي الحمد لله السوداني بان اهو، مش عارفه بقى الكراميل هيبان فين. فيلا ندوق. هي اولا ما فيهاش كراميل، طعم الشوكولاته فيها مش بطاله. السوداني طبعا موجود بس مش كتير. والله هي يعني مش وحشه، هي انا ما انبهرتش بس هي مش وحشه، حلوه برضو شغاله. فهديها 7 من 10 او 7.5 من 10 عشان ما اظلمهاش. فالشوكولاته بيتي دي برضو يعني ايه شغاله. لكن مينا مور دي عجبتني، القهوه وبعد كده الفراوله وبعد كده الكراميل واخر واحده اللي بالبندق. وبس كده، واستنوني في تجارب جديده هنجرب مع بعض، تجارب برضو سناكس وحلويات وشوكولاتات وحاجات مصريه اول مره هجربها فعلا معاكم، واول مره تشوفوها. وعرفوني بقى الحاجه اللي انا صورتها دي الشوكولاته بتاعت النهارده دي، هل انتوا جربتوها قبل كده ولا لا، وعجبتكم ولا لا. بس كده خلاص الفيديو النهارده، واستنوني فيديوهات جديده. وما تنسوش طبعا لايك واشتراك للقناه وشيروا الفيديو لاصحابكم. واستنوني فيديوهات جديده، وباي باي.